بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في مدرسة على الهوى ودرس التاريخ. احنا خدنا مع بعض يا جماعة لحد دلوقتي مجموعة من الدروس، خدنا تقريبا الوحدة الأولى كلها، وإن شاء الله أنا بوعدكم إن احنا نعمل مراجعات جزئية في الحلقات القادمة إن شاء الله، بحيث إن احنا اللي ما شافش الحلقات بتاعتنا أو ما تابعهاش على اليوتيوب من الممكن إن هو إن شاء الله بإذن الله يتابعها معانا ويشوفها وتكون مراجعة واقعية إن شاء الله. والنهارده بإذن الله لو خلصنا الجزء الأولاني في جزء صغير كده هنعمله برضك مراجعة على ما تم، وبعدين احنا بنعمل مراجعتنا إن شاء الله على أسلوب اللي بيجي بالامتحان. الاسلوب اللي بيجي بالامتحان والنظام الجديد للامتحان اللي هو قائم على التصنيف المختلف عن اللي كنا عليه قبل كده. احنا خدنا في الحلقة السابقة تاريخ مصر ولمحات من تاريخ مصر، ووصلنا وقلنا في تاريخ مصر وتحدثنا عن احواله، وخدنا من اول العصور القديمه ومشينا وتطورت وشفنا ازاي. انا براجع معاك بسرعه عشان اللي ما شافش الحلقه السابقه، واتكلمنا عن ان تاريخ مصر دوت عامل زي الايه، نقول الخط البياني، بتيجي في مرحلة يعلى وفي مرحلة تانية ينزل، مادام وصل عالي وصل للقمة وبعدين ممكن ينهار ويوصل لتحت وبعدين يرجع تاني. تاريخ مصر ماشي ليس على خط واحد، ليس قوة دائما وليس ضعف دائم، ولكن ما بين القوة والضعف، وهذه هي أحوال الأمم والدول. احنا مش بنتكلم في مصر بس، ولكن مصر ليها ميزة، استمرارية هذا الحدث فيه وقدمه، ودوت هناخده بعد كده، فما يطلق عليه اسم مميزات الحضارة المصرية. لما بنيجي نتكلم عن الحضاره المصريه، شفنا احنا قبل كده يا جماعه حصلت عندي العصور القديمه، وازاي مانيتو نقسم التاريخ المصري القديم، وقلنا تقسيمه دوت جه قال لك انا عندي 30 اسره، وال30 اسره اتطورت بعد كده عملوها ل3 عصور: عصر دوله قديمه، وسطى، حديثه. وشفنا كل عصر من العصور مميزاته، وشفنا تاريخ مصر وميزاته ازاي ان هو قديم جدا 7000 سنه، ازاي ان هو بيتميز بالاصاله، قايم على ايد المصريين انفسهم مش حد تاني، وازاي ان هو في نوع من انواع التواصل الحضاري، لان الحضاره المصريه لم تقم وحدها ولكن تواصلت، ومصر ادت درس للعالم ان الحضارات تقوم على التواصل وليس الانفصال والمواجهه. وشفنا ازاي ان هو تاريخ مصر تاريخ متدين، وازاي ان الدين متغلغل داخل المصريين. وشفنا برضك ازاي ان الحضاره المصريه ظهرت فيها اول ثوره دينيه في العالم، وازاي ان هو حصل عندي ما يطلق عليه باسم التوحيد في الوقت ده، ودي حاجه جديده لما ظهر اخناتون وعبد الاله اتون وبدات عندي ثوره دينيه. وشفنا بعد كده حور محب ازاي اعاد البلاد مره تانيه. واتكلمنا عن تقدم الحضاره المصريه وازاي نقلت للعالم واستمراريتها ماشيه على طول. كل ديت بنقول عليها اللي هي الحضارة المصرية ومميزاتها وخصائصها تحديدا. النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم عن حاجة جديدة، وهو احوال مصر الاقتصادية. الدرس ده كبير عشان كده احنا هناخده على حلقتين ان شاء الله. النهارده الجزء الاول من الدرس بتاعنا اللي هو احوال مصر الاقتصادية في العصر الفرعوني. طب ايه هي احوال مصر الاقتصادية يا ولاد؟ يعني ايه كلمة اقتصادية؟ لو انت شفت كلمة اقتصادية، ما انا ممكن بردك خد بالك في نوعيه الاسئله، من الممكن يقول لك مثلا اسئله قائمه على مثلا على كلمه الاقتصاديه او السياسيه. يعني مثلا يقول لك ايه؟ تميز عصر الدوله الوسطى بالتقدم السياسي ولا الديني ولا الاقتصادي ولا العمراني؟ لما تيجي تبص للدوله الوسطى مثلا هتلاقيه بيقول لك حفر ترع وعمل قنوات واهتم بالزراعه واهتم بالصناعه، يبقى نقول اقتصادي. يبقى لازم نعرف يعني ايه كلمه اقتصادي. انا من الامتحان مش مطالب دلوقتي ان انا اجيب لك اقول لك تقدمت الدوله الوسطى في الزراعه والصناعه، لا مش لازم اجيبها لك كده. انا لازم اربطك بالاحوال اللي حواليك وتعرف يعني ايه كلمه اقتصادي. لما اجي لك اقول لك مثلا تميز اختيار موقع مدينه تم اختيار موقع مدينه منف على اساس، اقول لك اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي ولا جغرافي؟ هتقول لي هنا جغرافي، ده اختار عشان موقع جغرافي. شايف يا جماعه في مصطلحات جديده، لازم مصطلحات انت تعلمها، ولكن لازم تربط المصطلحات ديت بالحدث التاريخي اللي احنا بندرسه. ده الجديد، ده الجديد اللي انت لازم تعرفه. طيب لازم نعرف حاجه، ان ربنا عز وجل وهب مصر حاجات كتيرة كده. الحاجات ديت هي اللي نتج عنها ان تظهر في الاخر خالص الحضارة المصرية بشكلها، وتظهر عندي مهنة هي اقدم مهنة في الوجود
مهنة الزراعة، وازاي ان المصري القديم هو من اخترع واكتشف هذه المهنة، وهو اللي اول من مارسها في العالم، الزراعة. وعشان يبقى في زراعة ربنا عز وجل بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. مش هيبقى في زراعة من غير مية. طب انا مصر هنا ايه مصدر المية اللي ممكن تقوم عليه الزراعة؟ الناس بتوع الجغرافيا لما بنيجي ندرس جغرافيا يقول لك انا عندي الزراعه من الممكن تقوم على مياه الامطار او مياه الابار او مياه الانهار. انا عندي في جزئين هنا ما كانوش متواجدين في مصر في المرحله دي، ومش هتكلم عنهم، اللي هي حته الامطار وحته الابار، لكن في عندي جزء مهم قوي اللي هو الانهار. يبقى بتبدا الحضاره عندي في مصر بنهر النيل. نهر النيل ده هتكلم عليه كلام كتير قوي. يبقى انا لما اتكلم النهارده نهر النيل هيعمل لي زراعه. طب ما هي مصر فيها جبال، والجبال ديت فيها احجار، والاحجار ديت من الممكن استخدامها، وعندي بردك معادن من الممكن استخلاصها. يبقى انا هنا هشتغل في مهنه تانية. ايه المهنه اللي هتقوم على قطع الاحجار واستخدام المعادن غير مهنه بقى التعدين ان انا بخرجها التعدين؟ ايه المهنه الجديده؟ الصناعه. تظهر عندي الصناعه، وممكن الاحجار استخدمها في مهنه جديده. بنيت الاهرامات يبقى بقى عندي عماره، عمران. يبقى انا عندي هنا يا جماعه من النواحي الاقتصاديه عندي عندي الزراعه وفي عندي الصناعه. الزراعه مرتبطه بالنيل، الصناعه مرتبطه بتوافر المعادن. ربنا وهب مصر بردك موقع جميل جدا يا جماعه، موقع كده ايه اتكلمنا عنه في عوامل قيام الحضاره، وقلنا الموقع ازاي ان هي بوابه افريقيا ورابطه 3 قارات، وهي موجوده في قارتين، والترتيبه الربانيه اللي ربنا عملها لمصر ديت. وشفنا كلمه جمال حمدان الكاتب والعلامه الشهير الاستاذ دكتور جمال حمدان لما قال لك عليها ايه؟ قال لك دوت اسمه عبقريه المكان. شفنا عبقريه المكان دي ارتبطت بموقع مصر. الموقع ده يا جماعه هيساعدك في حاجه ولا لا؟ وعندي بحرين، واحد احمر والتاني متوسط، والاتنين موجودين مع بعض. طب ده هيساعدني في ايه؟ ايه اللي هيساعدني في وجود؟ يا جماعه هيساعدني في حاجتين حلوين قوي. ايه هما؟ التجاره والتواصل. التجاره والتواصل. شفتوا يا جماعه؟ عرفنا احنا احوال مصر الاقتصاديه اهوت ب3 حاجات اللي هنتكلم فيهم. اتكلمنا اول حاجه في نهر النيل اللي هيبقى قد الزراعه، يبقى اول حاجه هنتكلم فيها الزراعه. تاني حاجه توافر الاحجار والمعادن، دوت هيترتب عليه قيام الصناعه. تالت حاجه عندي اللي هو موقع مصر المهم ووجودها على بحرين مهمين اللي هيترتب عليه ازدهار التجاره. دول ال3 مهن الرئيسيه. في مهن بقى داخله في النص، هنتكلم مثلا في الزراعه هتكلم عن تربيه الحيوان وهتكلم عن الصيد. في الصناعه هتكلم عن التعدين، في ومهن المختلفه الكتيره قوي اللي في مصر. في التجاره هتكلم عن التواصل وعن حاجات كتير. يبقى المجالات الاقتصاديه اللي عندي هنا زي ما احنا شايفين كده على الشاشه يا اولاد هي الزراعه، التجاره، الصناعه. هي دي المجالات التجاريه او المجالات الاقتصاديه بتاعتي، وهي ديت اهم نقطه عندي يا جماعه. بصوا النقطه ديت، ان صوره الخريطه ديت لو ركزت كده على الخريطه شويه يا اولاد، لما نيجي نركز هنبص نلاقي عندنا هنا نهر النيل ماشي اهوت. شايف نهر النيل بتعرجاته الشهيره عندنا دي تاني ايه اسمها، ودوت هنا عندنا البحر الاحمر، وده هنا البحر المتوسط. وجود البحر الاحمر والبحر المتوسط ازدهرت التجاره. وجود الجبال اللي موجوده عندي ديت كلها ادى لازدهار، خرج التعدين وهتظهر الصناعه. وجود نهر النيل هيعمل الزراعه. نهر النيل، نهر النيل ده يا جماعه مش مجرد نهر، مش بنتكلم عن حاجه كده وخلاص عاديه، احنا بنتكلم عن سبب اساسي في الحياه وتواجد المصريين. المصريين طول عمرهم معتبرين هذا النهر ليس مجرد نهر، مش مجرد نهر، ده اله. احنا نظرتنا عليه كده، اله النيل. وكان المصريين بيعبدوه ويتقربوا اليه، الاله حابي الشهير، وكان الاغريق مسمينه الاله نيلوس. يا جماعه الاله ده مهم جدا النيل عندنا. عشان كده في كل وقت وفي كل النهارده كل ما حد يجي يتكلم في الميه يقول لك نهر النيل خط احمر. نهر النيل يا جماعه مهم جدا، محدش يقدر يجي ناحيته، محدش يقدر يفكر فيه. سبب حياه المصريين. هيرودوت قال مصر هبه النيل، واحنا ردينا وقلنا لا، مصر هبه النيل للمصريين، ولكن ما ننكرش اهميه نهر النيل. ما هو لو الميه مش موجوده مش هتبقى الحياه يا جماعه. نهر النيل ده حاجه يعني حاجه في غايه الاهميه. 85% من حياه الزراعه قايمه على نهر النيل. طبعا في عندي مصادر اخرى للمياه موجوده ومتوفره بشكل كبير، ولكن نهر النيل دوت هو اللي قايم عليه الحياه في مصر. المصريين عايشين حاليا، احنا شفنا الخريطه كده، هرجع للخريطه تاني عشان ناخد بالنا كده يا جماعه من نهر النيل ونشوف الارض اللي حواليه. كل اللي حوالين نهر النيل عندنا صحاري،
كل اللي حواليه. بص نهر النيل، الخط الاخضر ده يا جماعه هذا الخط اللي عايش حواليه كل المصريين. الباقي ده كله يعني تقريبا عندي يا جماعه 96% من مساحه مصر صحاري. الصحاري المصريه ديت هي دروع واقيه، وهي فيها معادن وفيها حاجات كتيره ومهمه، حتى الرمله اللي فيها مهمه جدا دلوقتي بنخرج منها كل شيء. احنا النهارده بنستخدم كل شيء في مصر، حتى الرمله بنستخدمها. انما احنا ما نقدرش نعيش. بص يا جماعه المصريين عايشين على الخط ده. تعرفوا خطط التنميه في العصر الحديث كل هدفها ايه؟ ان احنا نخرج بره هذا الحيز، ان احنا بدل ما عايشين في 3.5 ل 4% نزيد شويه نوصل ل 5 10 15 12. احنا دلوقتي يعني دوت هو اللي بيتم. هي دي خطط الدوله التنمويه، ان احنا نوصل لهذا العدد. يبقى لما نيجي نتكلم عن اول مهنه الزراعه، هقول عندك ايه؟ نهر النيل هو اساس قيام اقدم حضاره. بصوا مع بعض يا ولاد. نهر النيل هو اساس قيام اقدم حضاره زراعيه في العالم. اقدم حضاره زراعيه، ما فيش حضاره اقدم مني في الزراعه، ما حدش حد اقدم، ما حدش اقدم مني في العالم. اللي بيقول احنا ممكن تقول انا اخترعت حاجه في الزراعه، انما مش ممكن تقول ان انت اقدم من المصريين. والزراعه اهم مصادر الدخل القومي. هو كان زمان في دخل قومي؟ ايوه يا جماعه، ما هي ديت مش المحاصيل فلوس، وهو ساعتها كانت انت في مقايضه بالمحاصيل وبعضها. الزراعه في مصر اساس رخاء البلاد وثرواتها، مهمه جدا ما فيهاش تراجع. المصري ارتبط بوطنه وارضه ودافع عنها، واعتبر وطنه خير الاوطان. بنبص لوطننا وبنعتبره خير الاوطان، اللي مش ممكن ان احنا نتخلى او نفكر ان احنا اي شيء، مش ممكن افكر في اي حاجه تخل بوطني. لما نيجي نبص للزراعه يا جماعه، المهنه دي مهنه لا تتغير في شكلها، تتطور، ولكن شكل الفلاح اللي هو بيزرع وبيمسك الفاس بتاعه ويحرث الارض، بنسميها كده حرث الارض، ويعملها، وازاي ان هو يوصل قناية المية للارض عشان توصل، وازاي ان هو بيبذر حبوبه، وازاي كده. كل ده يا جماعة ايه ده؟ كل ده يا جماعة هي ماشية نفس الاسلوب. بتطور بقى شوية، احنا تطورنا في المساحات الكبيرة. لما تخرج خارج الوادي والناس تبدأ تزرع الزراعات التجارية او كده، تبص تلاقي بقى ايه الارض مختلف شوية. وبعدين احنا كنا ايه؟ الزراعه مهنتنا ديت قامت ازاي؟ انت حضرتك بتلقي، بتستنى الفيضان، يجي الفيضان، تيجي بعد الفيضان حضرتك تقوم ايه؟ تلقي الحبوب على الارض، تمشي عليها الحيوانات تغرزها في الارض. كل اللي عليك انك انت بتحرث الارض، بس بتعملها مسافات عشان خاطر الزرع ما يلزقش ببعضه. وتبص تلاقي تستنى ويطلع الزرع، تجمع بقى فيه. محتاجه مجهود كبير جدا 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 مهنه الزراعه عند المصريين. وما دمنا بنتكلم في الزراعه، لازم نعرف ان الزراعه اذا كانت مهنه مصريه، المصري ساعد نفسه في الزراعه، ما سابش الزراعه كده. ما قالش نهر النيل جاي ارمي الحبوب وانام واصحى بعد شهرين طلع المحصول. لا، ما قالش كده. ما هو لازم انا اتعامل مع النيل. احنا مش قلنا مصر هبه النيل والمصريين؟ هبه النيل والمصريين ازاي؟ بانك انت اهتميت بالنيل، حفرت بترع، وصلت الميه الاماكن لم تصل اليها، وبدات تعمل مجتمعات كتيره متراميه جنب حوالين نهر النيل، اللي بدأت بعد كده تبقى المدن المختلفة والقرى المختلفة، اللي هتبقى محافظات بعد كده بتاعت في الوادي أو في الدلتا أو كده، تجفف مستنقعات الدلتا. الأراضي الملحية تبدأ إنك أنت توصل ليها مية وتخلي الأرض مختلف، لحد ما عملنا مكان وبيئة زراعية متميزة في مصر. كل ده قايم على إيد المصريين. طب ما هو ما دام هتزرع في إنتاج أنت عايزه، إيه نوع الإنتاج اللي إحنا عايزينه؟ في العصر ده انا عايز اللي يكفيني وياكلني ويعيشني، انا مش عايز اكتر من كده. هو هذا العصر مرتبط بكده. مفيش بقى الاستيراد والتصدير والكلام ده كله، ما كانش عندنا بالشكل ده. انا ابيع اللي انا زايد عني واشتري اللي انا ما عنديش خالص. يعني احنا مثلا كنا نشتري اخشاب، نشتري ابانوس، نشتري عاج، نشتري توابل، انما مثلا ما بنشتريش ابدا اكل. ليه؟ العدد بتاعنا كان يكفي ويفيض ويزيد، وكانت زياده. طيب تعالوا نبص مع بعض يا جماعه كده. بقول لك ايه؟ تعددت المحاصيل الزراعيه في مصر الفرعونيه، ومصر حققت الاكتفاء الذاتي في المحاصيل. فترتين وحشين قوي في مصر، واللي احنا دايما بنعمل حسابهم: الفيضان الشديد والجفاف. يمكن السنه دي ربنا اكرم مصر كرم كبير جدا 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 بالفيضان الكبير.
الفيضان الكتير اللي جه عندنا، لو نلاحظ ميه النيل الارتفاع بتاعها فيضان ما حصلش من عشرات السنين، بسم الله ما شاء الله. الفيضان دوت يا جماعه المصري كان زمان بيعاني منه، لما يبقى كبير ما بيقدرش يحمي نفسه منه، فكنت تبص تلاقيه بيغطي كل شيء. الفيضان الكتير كان بيعمل كوارث في مصر، زيه زي الجفاف، كان بيعمل برضه كوارث. الميه تيجي قليله، مش لاقيين ميه، مش لاقيين زراعه، يحصل عندي شكل من اشكال المشكلات اللي تعمل مجاعات. وهتكلم انا كمان شويه يا جماعه عن اداره الازمه في مصر وازاي احنا كنا بنديرها. هتكلم برضك عن حاجه تانية، عايزك تعرف ان هو المحاصيل الزراعيه في مصر تعددت. انا عايزك تشوف الصوره دي كده وتقول لي ايه رايك فيها. انا ممكن اجيب لك في الامتحان صوره واوضع لك اسئله عليها. الصوره امامك صوره تعبر عن احوال مصر، اقول السياسيه ولا الدينيه ولا الاقتصاديه ولا الجغرافيه مثلا او التاريخيه. هنا الصوره دي بتعبر عن احوال مصر الاقتصاديه. ليه بتعبر عن مصر احوال مصر الاقتصاديه؟ احنا شايفين هنا الناس في زراعه وفي غلال وفي استخدام ليها. والصوره ديت برضك بتعبر عن شيء تاني، انا عندي هنا مجموعه من الحيوانات. الصوره ديت بتعبر عن ان المصري القديم استخدم الحيوان بشكل كبير واهتم بيه. بتعبر ان المصري القديم اهتم هو عندنا بيغل بالحصاد بتاعه وبجمعه بشكل كبير جدا، واهتم بان هو يشتغل. وكانت مهنه، انتوا واخدين بالكم اعداد كبيره شغاله قدامي، كانت مهنه فيها اعداد كبيره جدا لمهنه الزراعه. طب المحاصيل الزراعيه اللي عندي ايه؟ عندي انا مجموعه من المحاصيل الزراعيه المهمه جدا، دي محاصيل اقدم من المحاصيل اللي كانت عندنا. الحبوب، القمح والشعير، دولت يا جماعه لا غنى عنهم، محصولين مهمين جدا جدا جدا، لان هما الاثنين بينتجوا عندي الدقيق اللي بيخرج منه الخبز. والخبز المصري ده حاجه تاريخيا منتجين ليها، حاجه تاريخيه عندنا. العيش زي ما بنسميه الخبز ده احنا ما بنقدرش نستغنى عنه، طول عمره تاريخيا موجود والمصريين مهتمين بيه تاريخيا بشكل كبير جدا. والقمح والشعير هو اللي بنخرجه منه. انا عندي برضك الالياف اللي بيخرج منها الكتان، والكتان ده اللي بيتعمل منه ملابس المصريين، وملابس المصريين غالبيتها كانت لما هندرس في الاحوال الاجتماعيه من الكتان الابيض. البقول، والبقول ديت يا جماعه كلمه البقول العدس والفول والفاصوليا والكلام ده كله، كل ده يا جماعه كان موجود، واللوبيا ومش عارف كل الحاجات دي كانت موجوده، العدس تحديدا والفول. وبعدين ذكروا قال خذوا من فول، كلوا من فومها وعدسها وبصلها وقثائها، كل ده كان موجود عندنا. عندي النباتات الزيتيه زي السمسم. السمسم ده طول عمره موجود في مصر، وازاي ان احنا بنستخلص منه الزيت اللي بنستخدمه زي ما بنخرج زيت الزيتون بالظبط. عندي بردك الخضروات، البصل، الثوم، غير البصل والثوم، الخس، الكلام ده كله كان موجود خضروات وبنستخدمها النهارده لحد النهارده موجوده. عندي بردك اشجار مثمره زي البلح والعنب. بصوا يا جماعه الصور بتاعت الحاجات عشان نبقى عارفينهم. انا عندي هنا ديت صوره القمح اللي هو ودوت لما بيبقى في الارض بلونه الاخضر، تحتيه السمسم ودوت نباتات الزيتيه، دوت عندي الحبوب وده النباتات الزيتيه. عندي هنا البقوليات وانواع مختلفه من البقوليات المصريه، سواء الفول او العدس او غيره من الحبوب اللي كانت موجوده في مصر المختلفه، والحمص والفاصوليا وحاجات تانية. عندي هنا بقى يا جماعه في الصوره الثانيه اللي تحت ديت، ده الكتان وهو نبات قبل ما يتم تحويله الى اقمشه. عندي طبعا هنا الفاكهه المصريه اللي هو التين والعنب، وعندي البلح، دي فاكهه مصريه. على فكره في فاكهه مصريه تانية مشهوره جدا جدا جدا، وكان زمان مش عارف دلوقتي هل في حد يعرفها ولا لا، كان في فاكهه اسمها الجميز. الجميز ده اقرب الى التين وكان منتشر جدا، والمصريين كانوا بيحبوها، وشجره كان بيبقى على سواحل الانهار وماشيه حوالين نهر النيل في كل حته، هو والنبأ. الاثنين دول كانوا من الفاكهه المصريه. يا جماعه فاكهه مصريه يمكن مش موجوده دلوقتي او قلت جدا او كده، ولكن هي فاكهه مصريه. طبعا النوعين دولت من الخضروات اللي هو سواء البصل او الثوم، ودولت يعني موجودين في كل بيت لحد النهارده، يعني في كل الطعام في كل حاجه. المصري طول عمره تخيل 7000 سنه الاكل ده موجود والحاجات ديت بنستخدمها 7000 سنه ما اختلفتش من يوم ما بدانا نزرع لحد النهارده، هي بشكلها وبطريقتها، ولكن بتختلف طبعا طريقه الزراعه الحديثه. عندي هنا يا جماعه انا عامل لك صوره، جايب لك صور للزراعه وازاي ان المصري القديم بيزرع، وازاي ان هو بيدرس بيعمل عمليه الدريس. كان بياخد القمح، والقمح اول ما ياخده بياخده في السنابل، وبعدين يحطه عندنا
في بعد ما ياخده بالسنابل يقوم حاطه في حته اسمها الجرن كده، ويقوم في الجرن دوت يبدا يعمل عمليه الدريس ليه ازاي ان هو يخرج الحبه من السنبله وتتحفظ عشان بعد كده تتاخد تروح المطحن تطحن، او المطاحن البيتيه اللي كان يطحن فيها القمح بتاعه اللي يتحول لدقيق يقدر يستخدمه بشكل كبير. لازم ناخد بالنا برضك من حاجه، ايه هي؟ حصلت عندي في مصر هنا ملكيات زراعيه. طب ايه انواع الملكيات الزراعيه في مصر؟ مصر بتختلف عن غيرها ان احنا كنا دايما ننظر الى الفرعون نظره مختلفه عن غيرنا. الفرعون في مصر مش مجرد حاكم بيحكمنا. الفرعون في مصر يا جماعه اله ابن اله. الفرعون في مصر يا جماعه اله ابن اله، وحق الملك المقدس ده خلاه هو بيملك كل شيء في مصر، ده هو ابن الاله. عشان كده ملكيه الارض الزراعيه في مصر كانت ملك للفرعون او ملك للبلاد. ما عنديش ملكيه خاصه في مصر الا من وهب الفرعون. اقولها تاني، الارض المصريه ما فيش عندي ملكيه فرديه للارض في مصر الا من وهب الفرعون. عشان كده بقول لك ايه، كل ارض مصر ملك للفرعون بتاعت الدوله، والفلاح بيدفع الضرائب عن انتاجه، يشتغل في الارض ينتج، الدوله تاخد منه جزء من انتاجه ضرائب. الفرعون كان هنا بيجي في بعض الاحيان بيوهب الجنود اراضي، دي بتعمل ملكيه خاصه عندي. اول حاجه، اول شكل من اشكال الملكيه الخاصه بيظهر عندي لما الفرعون يدي هديه، يدي الراجل الايه واحد من القاده بتوعه، الجنود اللي ساعدوه، الجنود البواسل اللي كان لهم في الحرب دول، يبدا يديهم هدايا. الهدايا ديت اراضي، دي بقت ملكيه خاصه، ولكن انا اللي مديها انا كفرعون، هي مش بحقه. يعني ما دام اديتها لك اقدر اخدها. وعندي نوع تاني من الاراضي الملكيه التانيه، ولكن ديت اسمها الايه؟ الارض بنسميها النهارده الاوقاف. ازاي؟ يجي واحد قبل ما يموت يقول الارض بتاعتي ديت انا خليتها للجامع او للكنيسه، وقتها بقى كان يقول لك للمعبد. الارض ديت ارض للمعبد او للمقبره، تصرف على الطقوس الدينيه اللي هتقام فيها. المعابد فيها كهنه وفيها مجموعات كبيره جدا من الناس، سواء بتشتغل فيه او بتغني او بترقص او بتقيم الفنون او ان هي بتتعبد، او اللي هم الكهنه، او حتى الناس الزائرين للمعبد او العابدين. فهنا كان بيوقف لهم اراضي وبتبقى على هيئه اوقاف، وهي يا اما هبه من الفرعون او واحد من الامراء او الملوك خد ارض، او من الامراء او القاده خد ارض وبعد كده وهبها للمعبد تدينا منه. ارجع تاني واذكرك، الارض ملكيتها في مصر الفرعون، لا ملكيه خاصه الا من وهب الفرعون. النقطه دي نقطه مهمه، لان هجيلك بعد كده لما ادخل في الترم الثاني واكلمك عن العراق اقول لك لا، في ملكيه خاصه، في ملكيه فرديه. هنا في مصر ما فيش. النقطه دي نقطه مهمه جدا ولازم تاخد بالك منها. ودوت ايه، عندي صور طبعا بتدل على الارض والاهتمام بيها، ومساله عد الافراد، ازاي ان هو الراجل هنا بيعد الافراد اللي موجودين وبيتاكد من قيامهم بمهامهم، وتسجيل المحاصيل وازاي بيسجلها، وازاي عشان ناخد بعد كده الضرائب. وكنا احنا بنعمل يا جماعه خلي بالك مشروعات على النيل. يعني احنا عندنا في مصر هنا اهتمينا جدا 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 بقياس النيل مثلا، وعملنا مقياس النيل. كنا بنعمل مقياس النيل ليه ده؟ عشان نحسب الفيضان قد ايه. الميه كتيره تتحسب عليها الضرائب، الميه كتيره يبقى الانتاج كتير يبقى الضرائب كتيره، الميه قليله او الفيضان قليل يبقى الانتاج قليل يبقى الضرائب قليله. يعني احنا كمان الدوله اهتمت جدا، عملت عندك اداره كانت مهمتها كلها قياس نهر النيل. بتقيسوا ليه؟ اعرف قيمه الفيضان قد ايه، وعلى قد الفيضان هفرض الضرائب. يا جماعه كل شيء كان منظم. البلد دي يعني البلد ديت يا جماعه يعني ايه، من 7000 سنه في دقه متناهيه، دقه متناهيه، والاداره بتاعتها يعني بتديرها بدقه غير عاديه. ليه؟ لان الهدف ان هي تبقى الدوله على حالها، دوله مستقره سليمه فيها استقرار دائم. فعشان كده كنا بنهتم بكل التفاصيل. في تفاصيل دلوقتي لما حد يتكلم فيها يحس ان هي غريبه، لا ده المصريين كانوا على ادق التفاصيل ديت بيقفوا. ده كان يقيس الارض بالذراع وبالقدم، يقيسها ويقول لك ويكتب عقد، والعقد ده يكتب فيه يقول لك مساحه الارض كذا. كل دوت في سبيل ان الايه، الزراعه تبقى مهمه جدا. طيب عندي برضك زي ما في زراعه، في عندي تربيه الحيوان والطير. المصريون احبوا راعي الحيوان والرفق بيه، وكان في رعاة محترفين في مصر بيرعوا الماشيه.
ايوه، احنا بنحب الحيوان في مصر، الحيوان اللي بنستخدمه. طبعا في نحن لا نقصد الحيوانات الاليفه في البيوت زي الكلاب او القطط او خلافه، لا لا، احنا بنقصد هنا يا جماعه حيوان الحقل، الحيوان اللي بيساعدني، حتى الحيوان اللي انا بستخدمه في حياتي اليوميه. يعني من ضمن الحيوانات المهمه جدا هنقول حيوانات كثيره جدا دلوقتي هذكرها. مصر كان لها ثروه حيوانيه كبيره جدا، تقاس بالنسبه للعالم في الوقت ده هي اكبر ثروه حيوانيه في العالم. وكانت كتيره جدا الحيوانات، اكتر ما كان في حيوانات في مصر كان في منطقه الدلتا، اكتر ما كان في تربيه حيوانات. ليه؟ لتوافر المراعي الطبيعيه فيها، كان فيها مراعي طبيعيه كتيره، مش كل الارض كانت بتزرع، كان في عندي مراعي طبيعيه كتيره جدا، فكانوا بيهتموا بيها. طب ايه انواع الحيوان اللي كانت عندي؟ بص يا جماعه، عندي اول حاجه البقر، والبقر له المكانه الاولى بين الحيوانات في مصر. البقره دي صديقة يعني صديقة الفلاح بشكل غير عادي، لا يستغنى عنها. من اهتمامنا بيها عبدناها وعملنا لها آلهة. يعني كان عندنا الإله حتحور دوت مرتبط جدا 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 هو البقرة، ودوت كان رمز لحاجات كتيرة، للحب وللأمومة وللسلام، حاجات كتيرة جدا كانوا بنهمه. طب الحيوان التاني اللي احنا كنا بنهتم بيه عندنا الأغنام والماعز. طبيعة البلاد الصحراوية في بعض الأماكن كان بيضطر إن هو يربي أغنام وماعز. طبعا في عندي استخدام الطيور المنزلية، والطيور المنزلية ديت لحد وقت قريب جدا ويمكن لحد دلوقتي في بعض البيوت في مصر بيستخدم هذه الطيور، وتلاقيه مهتم بيها ومهتم بتربيتها. ويقول لك في العشه ديت يقول لك عشه الفراخ او عشه البط والوز، والعشه اللي بيحط فيها الحيوانات بيسميها عشه. اما الحيوانات التانية البقر والاغنام والماعز لحد النهارده بيطلق عليه اسم زريبه. دوت في مصر كده الفاظ مصريه، لان احنا لحد دلوقتي مساحه كبيره جدا واعداد كبيره جدا من المصريين، تتعدى نصف المصريين شغالين في مهنه الزراعه. فالالفاظ الزراعيه ما زالت زي هي حتى الشهور بيناديها بنفسها بقونه، امشير، كيهك، طوبه. لحد دلوقتي الفلاح المصري بيستخدم الكلام ده. ليه؟ لان هي مهمه بالنسبه له ومهمه لحياته. عايز اقول حاجه، المصري وجدنا عنده البط، الوز، الدجاج، الحمام، كل الحيوانات، كل الطيور ديت اهتم بتربيتها. برضك اهتموا بتربيه النحل، تربيه كبيره جدا واهتمام كبير جدا. النحل بالنسبه لنا وطبعا عسل النحل الشهير جدا عند المصريين، المهم جدا جدا جدا، سواء من ناحيه التجاره او من ناحيه الاستخدام، وفيه شفاء للناس. طيب، عايزين نشوف هو بيستخدم ليه الحيوانات. انا كاتب لك هنا اسباب استخدام المصري القديم للحيوان. اول حاجه الانتفاع بالاصواف، والانتفاع بالاصواف هنا لما بنيجي نتكلم الاصواف والابر والشعر والجلد واللحم، انتفع الفلاح بالاصواف والابر والشعر والجلد واللحوم، واستفاد الفلاح من الحيوانات في اعمال الزراعه والنقل. كان ياخد الاصواف يستخدمها، يعمل بيها الملابس الصوفيه بتاعته، ياخد عندنا الوبر يستخدمه، ياخد الشعر بتاع الحيوانات يستخدمه، ياخد الجلود يستخدمها لو ذبحها. يعني كانت البقرة دي يقول لك الحيوان الذي لا يلقى منه شيء، كل شيء منه بيستخدمه المصري القديم. طول ما عايشة هو مش هي خادمته بس، لا ده هي خادمته، والمصري كمان من حبه الحيوان وكان هو اللي بيخدم حيوانه، هو اللي بينظف له وبيهتم بيه بشكل كبير جدا، وبنشوف الكلام دوت. طيب، ادي صور الحيوانات اللي المصريين استخدموها. اهم الحيوانات المصريه اللي استخدمت طبعا البقره، الماعز والاغنام عندنا هنا. عندي هنا يا جماعه البط والدجاج وانتشاره في مصر. الطيور بقى اللي هي الحمام، وازاي ان هي انتشرت في مصر بشكل كبير جدا واهتمينا بيها. واحنا بنتكلم كده، قبل ما اتكلم في الصيد هتكلم في نقطه مهمه قوي. نجح المصريين في الزراعه تحديدا في ان هو يحافظ عليها بشكل كبير جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا ظهرت عندنا فكره اداره الازمه واداره الازمات في مصر. ازاي؟ اول يعني انا عندي دلوقتي في اللي بيدرس يا جماعه الاستراتيجيه، واللي يروح مثلا يدرس الفكر العسكري، في عندي حاجه اسمها الدورات الاستراتيجيه. عندنا في مصر اكاديميه عسكريه من اهم الاكاديميات في العالم، اكاديميه مصر العسكريه العليا، بيدرسك حاجه اسمها اداره الازمات. اول ازمه في التاريخ تحل بشكل علمي كامل متكامل كانت في مصر.
طب ايه الازمه دي؟ تعالوا نتذكرها كده من القرآن. الازمه بتاعت سيدنا يوسف، فاكرين لما الملك قال حلم وقال فيه اني ارى 7 بقرات عجاف ياكلهن، 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر يابسات. الحلم دوت اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام فسره بان هيحصل في مصر 7 سنين فيضان كويس وانتاج كتير، وبعدين هيحصل عندك بعد كده 7 سنين تاني اللي هي العجاف، اللي احوال مصر تبقى سيئه فيهم ويقل نهر النيل، وبعد كده ياتي عام يغاص فيه الناس. القصه دي كلها اللي نظمها سيدنا يوسف عليه السلام، حط اداره الازمه ازاي نديرها. 7 سنين عندي انتاج كبير، خد وشيل لكل سنه من السنين وخزن واعمل حسابك لبعد كده. وازاي ان هو بدا يشيله وبعدين حط لنا خطه يقول لك فاتركه في سنابله. يعني القمح ما تشيلوش من السنابل بتاعه، تاخده بالعود بتاعه، تقص العود من تحت وتاخده بالسنبله وتربطه مع بعض وتشيله. طول ما هو في السنبله بتاعته القشه بتاعته والوبره بتاعته الحاجه بتاعته ما تخلوش يبوظ. شوف يا جماعه تخطيط اهو للازمه، ازاي انت بتخطط انك انت في ازمه وازاي انا هخطط لحلها. اداره الازمات ازاي اهو. تشوف الفكره يا جماعه بدا من امتى. انا بتكلم مع حاجه مثلا من 6 7000 سنه، وبعد كده ازاي ان هو تشيل الحاجه ديت، ولما تيجي بعد كده عصر الجفاف تبدا تطلع شيء في شيء، وازاي انك انت تدي الناس حاجه بحاجه وتوزع على الناس فما حد يحصلش عندي مجاعات. تيجي سنه الفيضان يجي جديد، الناس تسعد ويعمل انتاج كبير ويبدا يوزع ويشيل ويعمل. ايه ده؟ ايه التخطيط ده؟ اول ازمه في التاريخ ظهرت في مصر، واول حل للازمه في التاريخ ظهر في مصر، ونجح المصريين في اداره الازمه. سيدنا يوسف احنا بننسبه للمصريين لان هو كان عزيز مصر، كان مقيم في مصر. هو كان بيحكم ايه؟ مش كان بيحكم مصر؟ يتنسب سيدنا يوسف عليه السلام لمصر زي انبياء الله كلهم، ما بننسبهم لمصر اللي جاء فيها واقام او عاش او تقرب او جاء او زارها او مر حتى عليها. يبقى احنا عندنا من الممكن ان تحدث اداره ازمه واداره رشيده. طيب زي ما في عندي اداره رشيده للازمه، في عندي مهن في مصر كانت المهن ديت مهن مهمه جدا، ولكن المهن دي كان فيها مشاكل. يعني تبص تلاقي ايه؟ مهنه مثلا هكلمك في الصيد. الصيد مش كل انواع الصيد المصريين كانوا بيمارسوها ويحبوها. الصيد مش كل المصريين بيحبوا انواع الصيد كلها. احنا دلوقتي هوايه رئيسيه ومصريين كتير بيشتغلوا فيها، ولكن الصيد انواع. انا عندي في صيد في البر، وعندي صيد في البحر او في النهر، وعندي صيد للطيور. يبقى انا عندي 3 انواع صيد كده، صيد البر وصيد الطيور وصيد البحر. هاخدهم حاجه حاجه معاك. هبدا اول حاجه عندي بالصيد هنا، قلت لك هو تعددت انواعه في مصر. في عندي هنا صيد البر وصيد الطير وصيد الاسماك. صيد البر نتكلم عنه اللي هو صيد الحيوانات في الصحراء مثل الغزلان والاسود، والمصري ما اهتمش بيه لانه ليس وسيله كسب العيش، ولكن كان رياضه لعليه القوم. احنا شايفين عندنا هنا يا جماعه الصوره ديت يا جماعه اسد اهوت، وازاي الفرعون راكب يا جماعه العربه بتاعته الحربيه وبياخد النبال وبيصطاد الحيوانات. القصه دي صيد البر ارتبط عندي باحوال مصر الاجتماعيه. ارتبط صيد البر في مصر باحوال مصر الاجتماعيه. لم يكن لصيد البر شأنا في مصر الفرعونيه، لانه ارتبط بايه؟ بطبقه اجتماعيه معينه اللي هي طبقه النبلاء والاغنياء. بيصطاد عشان يستمتع. ما هو انا في واحد بيصطاد السمك عشان ياكل، انما اللي راح يصطاد اسد ده هيعمل بيه ايه؟ ده عايز يستمتع بان هو بيجري في ضروب الصحراء وبيدخل الجبال. الفراعنه كان في فراعنه كتير كده، نمحاك كان كده، سنسرت كان كده، يخرج للصحاري لصيد الاسود والحيوانات الشرسه. ليه؟ بيدل على قوته وتحمله وازاي ان هو يخرج في الصحراء ويجري ورا الحيوانات. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مين من الناس الغلابه هيقدر يجري في الصحراء ويركب حصانه ويروح عشان يصطاد، عشان في الاخر خالص هيعمل ايه بصيده؟ ولا هياكل منه ولا هيشرب منه ولا ليه قيمه بالنسبه لي انا كفقير، ولكن بالنسبه للغني متعه وسعاده وله. عشان كده بنقول عليه صيد البر لم يكن له شأنا في مصر الفرعونيه. طيب تعال نشوف بقى مع بعض حاجه. عندي نوع تاني من الصيد موجود، نبص معانا كده يا جماعه. صيد الطيور زي السمان والبجع، وده بيحتاج جهود كبيره جدا. كان عندي هنا لو نيجي ناخد بالنا يا جماعه، في واحد يصطاد اهوت بالنبال،
في واحد تاني يصطاد بالشباك. وكان عندي عصايه كده زي عصايه البولينج، زي عصايه الاستراليين الاصليين، اسمها البولينج او كده، مش متذكر اسمه بالظبط. كنت تبص بيطلقها كده، تقعد تلف لحد ما تصطاد الطيور. وكانت منتشره في مصر بشكل كبير جدا الصيد. وكان احيانا تبص يحط لك شباك على الارض ويلقى حبوب، واول ما تيجي الطيور يسحب الشبك. فعشان كده كان صعب جدا صيد الطيور في مصر الفرعونيه القديمه. وصيد الطيور كنت بردك مش وسيله لكسب الرزق، هي وسيله للطعام مثلا، ولكن ليست وسيله لكسب الرزق. امال ايه اللي وسيله لكسب الرزق؟ ده اللي هنتكلم فيه، صيد الاسماك من النيل والترع والبحيرات. ودوت يا جماعه كان مصدر اساسي من مصادر الغذاء، خصوصا للطبقات الفقيره. الطبقات الفقيره ما فيش قدامها غير ان هي، احنا شايفين كده يا جماعه الصيد في اشكال اهو. في هنا ناس هي بتصطاد، بتحاول تصطاد بشبكه، وفي ناس بتصطاد برمح وطلع السمكه من رمح، وفي واحد بيصطاد ان هو بيرمي الشص، بيرمي على بيرمي عندها ازاي ان هو يرمي في الميه مثلا حاجات كده زي الخطاف يصطاد. يبقى انا عايز اقول لك حاجه، صيد الاسماك في مصر مهمه جدا جدا جدا. انا عندي يا جماعه نهر النيل، وعندي الترع، وعندي البحيرات. هو ما كانش بيصطاد في البحر لان كان صعب بالنسبه له وكان خطر، ولكن كان بيصطاد في البحيرات المصريه. طبعا البحيرات عندي كلها بحيرات مالحه، ما كانش عندي بحيرات عذبه خالص. بحيره ناصر ما ظهرتش غير في نهايه القرن العشرين، يعني في الستينات والسبعينات، قبل كده ما كانش موجود. عندي طبعا غير نهر النيل وغير الترع بتاعت نهر النيل، وعندي البحيرات. كان بيصطاد، وتبص تلاقي الصيد بتاعه ده كله كان بيصطاد بكل الوسائل. الوسيله للرزق، المصريين احبوا ليه؟ السمك اكله الفقير في مصر كانت وقتها، اكله الفقراء. الفقراء لما ما يلاقيش حاجه بيخرج يصطاد شويه سمك ياكلهم. هي كانت كده عند المصريين، فعشان كده كان مهم، وكان الناس بتتجه اليه. وما كانش ينفع ان الدوله تاخد ضرائب من الناس اللي بتصطاد السمك في على الترع وعلى القنوات. الراجل ده كان بينتج عشان خاطر ياكل نفسه وياكل ولاده، مهنه في غايه الاهميه. طبعا انا عايز هنا بقول لك ايه دور الدوله في التنميه الزراعيه. الدوله بتعمل ايه؟ ساهمت الحكومه المركزيه في ان هي تحقق نهضه زراعيه من خلال اقامت المشروعات للري، واقامت السدود للحد من اثار الفيضانات، وزادت مساحه الارض الزراعيه بشكل كبير جدا، لا سيما طبعا في الدوله الوسطى. هقول لهم تاني الثلاث نقط دول. عملنا مشروعات للري. هديك مثلا على مشروعات الري. انا عندي يا جماعه غير الترع اللي عملناها، عندي سد اللاهون، وده هتكلم عنه لوحده، اقدم سد في العالم في الفيوم. مدينه الفيوم دي مدينه عظيمه وتاريخها طويل قوي، ومن المدن العظيمه جدا اللي كانت اهتمنا بيها والفراعنه اهتموا بيها بشكل كبير. وهديك الخريطه بتاعتها دلوقتي، وازاي ان هي اول مدينه في مصر اتعملت فيها ري دائم، بسبب ان احنا عملنا فيها اول سد في التاريخ. طيب عملنا السدود للحد من اثار الفيضانات، هو سد اللاهون طبعا المقصود بهنا. زياده مساحه الارض الزراعيه، اكتر دوله اهتمت بالارض الزراعيه في مصر هي الدوله الوسطى. عشان كده بنسمي عصر الدوله الوسطى عصر الازدهار او الرخاء الاقتصادي. لما نيجي نتكلمك ممكن اقول لك ايه؟ العصر الذي سمي عصر الرخاء الاقتصادي او اكثر عصور مصر رخاء اقتصاديا وغنى هو عصر الدوله، العصر العتيق، ولا عصر الدوله القديمه، ولا عصر الدوله الوسطى، ولا عصر الدوله الحديثه. طبعا دون تفكير عصر الدوله الوسطى. زي ما اجي لك اقول لك هو عصر المجد الحربي، انا بتكلم في الدوله الحديثه. هو عصر العماره المصريه، انا بتكلم كده لما اقول لك العماره المصريه بتكلم في الدوله القديمه. هو عصر الوحده المصريه، انا بتكلم في العصر العتيق او الوحده في مصر. يعني كل عصر ممكن اديله اسم وامشي بيه. اقول لك عصر بناء الاهرامات مثلا، ده من الحاجات. طيب بنيجي نتكلم ايه دور الدوله في التنميه الزراعيه. كمل معاك. عرفت مصر الاداره السليمه الحازمه لمواجهه الازمات ووضع الاستراتيجيات لمواجهه الطوارئ، ودوت اللي اتكلمنا عليه في قصه سيدنا يوسف عليه السلام، والخطوات اللي اتخذها في سنوات الجفاف اللي بتدل على ما يجب ان تفعله الاداره الرشيده. وبتشرف الحكومه المركزيه على مشروعات الري وعمليات الزراعه المختلفه من خلال ادارات مختصه بشؤون الزراعه. يعني انا عندي لازم الدوله يبقى فيها اداره رشيده. الاداره الرشيده ديت من خلال الحكومه المركزيه بتشرف على كل المشروعات،
عشان كده الحكومة المركزية في مصر يا جماعة لقيناها عاملة ايه؟ إدارة بتسميها إدارة الزراعة، وإدارة بتسميها إدارة الري، وإدارة تانية بتسميها إدارة الضرائب، وإدارة المشروعات. كل ديت عشان ايه؟ تعرف ان هي تتعامل مع الزراعة، وكل واحد مختلف عن التاني ليه دور. إدارة الري ديت مختصة بالري. الزراعة زي النهارده يا جماعة وزارة الري أو الأشغال، وزارة الزراعة، وزارات كتيرة طبعا بتهتم عندي بعملية الزراعة في مصر. ناخد عندنا أهم بناء اقتصادي في التاريخ القديم، وهو سد اللاهون. سد اللاهون لما بتكلم عنه بقول إن هو أقامه النمحات الثالث. أول اللي بناه سد اللاهون عند مدخل الفيوم، عند قرية اللاهون، عشان يمنع الفيضان من إغراق الأراضي وتخزين المية للاستفادة منها عندما تدعو الحاجة. الكلام ده أنا هقوله بشكل تاني. أنا عندي ده نهر النيل الرئيسي، في ترعة خارجة من نهر النيل هنا اسمها بحر يوسف. بحر يوسف ده وفتحة ديت اسمها فتحة اللاهون، وديت عندي المنطقة دي أكبر منخفض في الصحراء الغربية، وهي منطقة الفيوم، بنسميها منخفض الفيوم. هي منخفض لأن هي أوطى من الدلتا وتحت. فالمصري القديم ناصح قال لك ايه؟ قال لك الميه بتنزل وبتمشي، وبعد ما بتوصل هناك بتترمي، بعد كده بتوصل لبحيره قارون. ما كانش اسمها بحيره قارون وقتها، ولكن هو كان ايه؟ قال لك ايه؟ بتوصل هنا لبحيره قارون. وبعض الاحيان كانوا بيسموها بيلوسا او بيطلق عليها حاجات تانية. فيعمل المصري القديم قام جاي لك في الحته ديت كده على المدخل ده، يعني خلى الميه تدخل، قام جاي لك في المدخل ده هنا في الايه؟ عنق الزجاجه بتاعه، وقام عامل لك ايه؟ فتحه اللاهون ديت قام عامل لك عليها سد. السد ده بيحجز الميه وراه، فطبعا في منطقه واسعه، ما يخليهاش في منطقه ضيقه. وقام واسع الايه؟ قام حكم الميه بتاعت نهر النيل. الميه وهي بتيجي يقدر يزودها، الزراعه تقوم، يقللها الزراعه تقل، يقدر يخلي الزراعه شغاله طول السنه. الفكر بتاع المصري القديم فكر نقول عليه فكر اقتصادي متميز بدرجه كبيره جدا. سد اللاهون له اهميه كبيره. ارتبط المشروع ده بان احنا اضطرينا عشان خاطر الزراعه تقوم فيه بشكل كبير ان احنا نعمل ترعه، وان احنا نعمل مصارف، وان احنا ننشئ جسور. تخيل ان سد اللاهون تسبب في عصره في زراعه 27,000 فدان، واتعملت مدن جديده حوالين البحيره في الوقت ده اللي هي بحيره قارون. سد اللاهون لما اتعمل والمصري القديم عمله شكله هو ده الشكل اللي اتعمل بيه سد اللاهون. عايز اقول لك حاجه، اوعى تفتكر ان الزراعه او انك انت تعمل سد دي حاجه عاديه. طبعا احنا شايفين السد الميه اهيت، وديت قناطر، القناطر دي بتتفتح قنطره قنطره. ديت هنا من فوق يا جماعه بوابات حديديه، بتقوم نازله البوابه تقفل الميه خالص تمنع الميه من العبور. يبقى ايه؟ الميه بتدخل زي ما انا عاوز وتتقطع وقت ما انا عاوز. وجاي هو على اضيق منطقه طبعا من ترعه بحر يوسف او المنطقه بتاعت فرع النيل. ما هو زي ما كان عندي فرع دمياط وفرع رشيد، كان عندي فرع الايه؟ فرع الفيوم ده. ويقوم ايه؟ منع الميه ويقدر يشتغل بيها بالشكل اللي هو عايزه. سد اللاهون لما اتعمل في الفيوم يقصد بيه انك انت تحفظ الميه. الميه ما تخرجش وتسقط عندي وتروح وتنتقل الى نقول بحيره قارون بدون ما استفيد بيها. لا، ده انا هعمل سد وهعمل ترع كتيره، وهنوع الزراعه واخلي الزراعه عندي تتطور بشكل كبير. بصوا يا جماعه هنا الصوره، بحيره موريس اهيت اللي هي المفروض بحيره قارون، بحر يوسف اهوت، وقمت عامل سد اللاهون هنا، ومنخفض الفيوم، ودوت نهر النيل الرئيسي. طبعا لازم ناخد بالنا ان شوف عاملين فين يا جماعه في الدخل اهي. لازم ناخد بالنا من حاجه، ان هو اقدم سدود العالم واقدم سدود مصر هو سد اللاهون. عندي في مصر هنا انشأنا بعد كده سد تاني مهم جدا 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 في مصر، اللي بيعتبر اهم سد في تاريخ مصر الحديث، وهو السد العالي. والسد العالي هو رمز لانقاذ مصر فترات طويله من الجفاف والفيضان. نقول حاجه تانية، سد اللاهون وفر لي، تسبب في ان انا وفرت ارض زراعيه كبيره، عملت ترع، عملت جسور،
الزراعه زادت، الانتاج زاد، بلد كامله تحولت الى بلد زراعي مهم جدا جدا جدا، وهي بلد الفيوم اللي بقول لك عليها. طب تعالى نشوف اداره شؤون الزراعه في مصر. الزراعه بتدار شؤونها في مصر ازاي؟ من خلال مجموعه من الادارات. ايه هي الادارات اللي مسؤوله عن الزراعه؟ اداره مسح الاراضي. المسح هنا اللي هي زي المساحه دلوقتي، بيحسبها قد ايه ومساحتها قد ايه وايه منها اللي في الاقليم دوت، وايه من الارض في الاقليم دوت. ودي اداره مهمه جدا في كل عصر. يعني الاداره دي اداره مهمه جدا في كل عصر. احنا دلوقتي بنسميها اداره المساحه. والمساحه ديت يعني في غايه الاهميه انك انت تعرف قد ايه مساحات الارض واتساعها، والفروق اللي ما بين كل ارض والتانيه، وازاي ان الارض دي بتاعت فلان والارض دي بتاعت فلان، الارض دي تابعه للمنطقه ديت والارض دي تابعه للمنطقه ديت. اداره في غايه الاهميه. طب الاداره الثانيه، اذا كان عندي انا اداره مسح الاراضي، الاداره الثانيه عندي اداره الري. اداره الري ديت مهتمه بقى ايه بكل الميه بتوصل للنيل ازاي وتشتغل ازاي. طيب الاداره المحليه في الاقاليم دي الاداره الثالثه، الاداره المحليه في الاقاليم، وازاي ان هو المحافظين وقدرتهم على المحافظين دلوقتي، انما وقتها حكام الاقاليم وقدرتهم على ان هم حمايه النهر، وان هو واهتمام بالزراعه ومتابعتها، واهتمام بالري ومتابعته، والحفاظ على النظافه، البيئه. على فكره المنظور البيئي منظور مصر صميم. المنظور البيئي اللي في العالم حاليا، والفكر البيئي اللي في العالم، والبيئه اللي مصر بتتكلم والعالم بيتشدق بالبيئه ويهتم بيها، ده منظور مصر اصيل، منظور قديم جدا. هو كان في حد يعرف يقدر او يفكر ان هو يلوث مياه النيل في القديم؟ ما كانش يقدر. ده نهر الاله، نهر الاله، ازاي انك انت تلوثه؟ ده كان من ضمن الراجل لما يجي يموت لازم يكتب كده على المقبره: ولم الوث نهر النيل، ولم الوث مياه، ولم القي بها القاذورات. تخيل، كان عشان يدخل الجنه لازم يكتب كده. تخيل بقى، شوف المنظور البيئي، النظافه البيئيه الكبيره لنهر النيل، وازاي انك انت تحافظ عليه. عندي اداره ثانيه بردك موجوده في مصر اللي هي اداره الزراعه. واداره الزراعه ديت من الادارات اللي في غايه الاهميه، طبعا هي اللي بتهتم بالزراعه في مصر بشكل اساسي. عايزين نقول ان احنا عندنا اتكلمنا عن الزراعه وازاي الزراعه كان لها دور كبير. انا النهارده طبعا محضر مجموعه اسئله، ولكن انا هوفرها واخليها للحلقه القادمه ان شاء الله. عندي مجموعه كبيره جدا من الاسئله هنناقشها مع بعض. اوعدكم ان احنا في الحلقات القادمه نعمل نقول عليها مراجعه للحلقات السابقه. ممكن نعمل حلقتين، يعني كل حلقه فصلين، بحيث انك انت تلم المنهج لابنائنا اللي هم ما خدوهوش. عشان احنا اتفقنا خلاص النظام الجديد بتاعنا قايم على ان احنا كل حصه هنا انت بتشوفها معايا بتساوي عدد معين من الحصص في فصلك. علشان كده في غايه الاهميه انك انت تهتم وتشاهد الحلقه وتحل الاسئله وتتابعها، عشان هيبقى فيها ليها مشروع مكمل داخل المدرسه. ابناء طلبه وطالبات الصف الاول الثانوي تاريخ، كنا مع بعض النهارده تحدثنا عن الزراعه واحوال مصر الاقتصاديه، وخدنا الزراعه والصيد وتربيه الحيوانات. وارجو ان احنا نكون استفدنا بالحلقه ديت، اتكلمنا فيها عن حاجات كتيره، وراجعنا جزء سابق اللي هو الفصل اللي قبل كده. ارجو ان نكون فهمنا. ومع بعض لو اي حد عايز يوجه اسئله او اي حاجه، مستعدين في الحلقه القادمه او على قناتنا انك انت في اي وقت تبعت اسئله ونتشاور مع بعض فيها ونحلها مع بعض ان شاء الله. كان معكم هاني عنتر الصابر، كبير معلمي التاريخ وزاره التربيه والتعليم. شكرا والى اللقاء.